هذا وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيا البوليساريو في المنطقة العازلة للجرجرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية. وأكدت الوزارة أنه بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام استفزازات ميليشيات البوليساريو، لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري. وذكرت الوزارة أن البوليساريو وميليشياتها التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 من أكتوبر قامت بأعمال عصابات هناك وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو، موضحة أن هذه التحركات الموثقة تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقيات العسكرية وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. وشددت على أن هذه التحركات تقوض أي فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه منذ 2016 ضاعفت البوليساريو هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة العازلة في انتهاك للاتفاقيات العسكرية ودون اكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين رقم 2414 2440 التي دعت بوليساريو إلى وضع حد لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار. وتابع المصدر ذاته أن المملكة المغربية كانت قد نبهت في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين، وأطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية، مبرزا أن المغرب طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن والمينورسو وكذا عدة دول جارة أن يكونوا شهودا على هذه التحركات. وأضاف أن المملكة المغربية منحت الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو من أجل حمل البوليساريو على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة للجرجرات. وشددت الوزارة على أن دعوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن ظلت للأسف بدون جدوى، مؤكدة أن المغرب قرر التحرك في احترام للسلطات المخولة له، وذلك بمقتضى واجباته وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية. وخلص البلاغ إلى أن البوليساريو وحدها تتحمل كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور عبد الرحيم المنار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. دكتور سليمي، مرحبا بك. ما هي النقاط التي تبرز برأيك في بلاغ القوات المسلحة الملكية بخصوص الإجراء المتخذ في مواجهة عرقلة ميليشيات البوليساريو لحركة السير بمعبر الجرجرات؟ نحن أمام خيار التحرك المغربي وفق قواعد الشرعية الدولية، تحرك مغربي لتأمين ممر تجاري في المنطقة العازلة. هذا خيار يرد به المغرب على حجم المخاطر المتزايدة في هذا المعبر وفي المنطقة العازلة بعد طول ضبط للنفس، وبعد أن قام المغرب بإشهاد مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ما يقوم به البوليساريو. تحرك ميداني دقيق ضمن قواعد القانون الدولي، أولا لأن هناك خطر ميليشيات مسلحة تحيط وتعرقل طريق هذا المعبر. ثانيا طريق مغلق يجب أن يكون فيه انسيابية المرور، وإغلاقه هذا ضرب للقانون وضرب لمجموعة من القواعد مرتبطة بالتجارة وغيرها، ومرتبطة أيضا بمسائل هي إنسانية. ثالثا عملية مرور تقوم المغرب يقوم بتأمين عملية مرور داخل قواعد القانون الدولي بإقامة حزام أمني حول المعبر. إذن نحن داخل قواعد القانون الدولي. هناك
قواعد واضحة، تجنب الاحتكاك بالمدنيين، ولكن هناك إمكانية اللجوء إلى استخدام السلاح في حالة الدفاع الشرعي للنفس، وهذا يعطيه القانون الدولي للمغرب. كنت سأسألك دكتور نعم. سليمي، ماذا يعني وضع حزام أمني، وكيف تتوقع أن تتعامل ميليشيات البوليساريو مع هذا الإجراء؟ هناك تأمين الممرات. تأمين الممرات هذه موجودة في قواعد القانون الدولي. هناك مدنيين يعبرون هذا الممر. الطرق التجارية هي أولا محمية في القانون الدولي، ثانيا هذه منطقة عازلة يفترض ألا تكون فيها ميليشيات. إذا داخل قواعد القانون الدولي المغرب يقوم بتأمين هذا الممر ليكون هناك حركة من المغرب في اتجاه موريتانيا وفي اتجاه غرب افريقيا، وايضا في الاتجاه المعاكس لمدنيين تجار يجب حمايتهم وفق قواعد القانون الدولي. نحن داخل الشرعيه الدوليه، واي سلوك يمكن ان يقع تتحمل مسؤوليته البوليزاريو، بمعنى انها اذا ارتكبت خطا ما فهي مسؤوله عنه امام المجتمع الدولي. ما دلالة تشديد بلاغ القوات المسلحة الملكية دكتور سليمي على أن عملية وضع حزام أمني لتأمين الحركة بالمعبر ليست عملا عدوانيا؟ هذا واضح بأن المسألة هي تأمين لمعبر، تأمين المعبر بمعنى العودة به إلى طبيعته وإلى إطاره القانوني. العملية ليست قتالية، العملية ليست الهدف منها مثلا استخدام القوة، ولكن هو تأمين الممر. ولكن نلاحظ في البلاغ بأنه يحق للقوات المسلحة الملكية المغربية استخدام السلاح للدفاع الشرعي عن النفس، وهذا يعطيه القانون. نعم. هل في ذلك رسالة إلى الميليشيات الانفصالية؟ رسالة إلى الميليشيات بأن القوات المسلحة الملكية لن تستعمل السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وأيضا في حالة ما إذا هوجم هؤلاء المدنيين العزل في المعبر. واضح، ونحن في إطار قواعد القانون الدولي، وهذه الإشارة الدفاع عن النفس هي إشارة قوية موجهة إلى هذه الميليشيات التي بدأت مرة أخرى في إطلاق الأكاذيب والأضاليل، وسنلاحظ بأنهم سيقومون بحملة أخرى ومعهم الجزائر. بالطبع سيبدأ البكاء والعويل، ولكن هم خرقوا قواعد القانون الدولي، وليس هناك من يقبل في المجتمع الدولي أن يتم إغلاق معبر واستعمال هذا النوع من الأعمال العدوانية. دكتور سليمي، كيف تقرأ إلى ذلك بلاغ الخارجية المغربية بخصوص ما يحدث في القرقرات؟ إلى ماذا يشير قرار المغرب بالتحرك في احترام للسلطات المخولة له؟ أولا قلت في البداية بأن المغرب قام بعملية ضبط للنفس طويلة، وانتظر أن تكون هناك تدخل من الأمم المتحدة. قام بإشهاد المجتمع الدولي على ما يجري، والمسائل هي موثقة، ولكن أصبح واضح بأن هناك خطر يهدد هذا المعبر، لأنه لما يصبح الأمر أمام ميليشيات مسلحة معنى هذا أن الخطر بات مرتفعا. إذا لما نقرأ بلاغ وزارة الخارجية المغربية هو فيه عرض لوقائع بحجج، وأن المغرب ضبط نفسه طويلا، ولكن لم يكن أمامه خيار آخر غير الخيار الذي يقوم به اليوم، وهو التحرك الميداني لتأمين مرور المعبر بإقامة حزام أمني يضمن سلامة المرور، وهذا وفق قواعد القانون الدولي، مع الاحتفاظ بحق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة ما إذا ارتكبت ميليشيات البوليزاريو خطأ ما أو عمل عدواني ما. عندما يذكر المغرب بأنه لطالما تحلى بالصبر، هل يعني ذلك إلى أنه أن صبره اليوم قد نفذ؟ أولا لم تعد هناك الكثير من الخيارات. أحد الخيارات الموجودة هو الذي قام به المغرب اليوم. المغرب انتظر الأمم المتحدة، لوحظ بأن القوات الأممية هي نفسها أصبحت تهاجم من طرف ميليشيات البوليزاريو، يتزايد الخطر، هناك خرق لوقف اتفاقية إطلاق النار من طرف البوليزاريو، هناك تهديد بالحرب. كل هذه الأمور مجتمعة
تبين بأنه لم يكن هناك أحد الخيارات الموجودة وهي التي نرى اليوم، وهو خيار فيه الكثير من الذكاء وفيه الكثير من الحكمة وداخل إطار الشرعية الدولية والمجتمع الدولي مع هذا الخيار. لكن هناك خيارات أيضا يثار حولها السؤال ما بعد الإجراء الذي اتخذته القوات المسلحة الملكية بوضع هذا الحزام الأمني لتيسير حركة السير بين المغرب وموريتانيا. ما هي الخيارات المطروحة في حال تعنت ميليشيات البوليساريو؟ أعتقد بأن الإشارة واضحة من خلال هذه العبارة: الدفاع عن النفس. المغرب سيدافع عن حقوقه وسيدافع عن هذا المعبر وسيدافع داخل قواعد القانون الدولي بكل الخيارات القانونية. إذا هناك إشارة واضحة بأنه إذا ارتكبت أعمال عدوان سيكون هناك رد داخل قواعد القانون الدولي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. لا ننسى نحن داخل إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هناك خطر وهناك عدوان على معبر وعدوان على مدنيين هم عزل الآن يمرون في هذا الطريق. أكثر من ذلك هناك خرق لقواعد الأمم المتحدة وهناك تعنت ضد قرارات مجلس الأمن. إذا هناك خيارات متعددة داخل قواعد القانون الدولي، أحدها الذي قام به المغرب اليوم. وبتزايد الخطر تظهر خيارات أخرى، ولكن دعني هنا أنبه: الدفاع، استخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس، بمعنى إذا وقعت هناك أعمال عدوان سيكون هناك رد عليها. بالحديث عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ماذا عن هيئة المينورسو في هذه المرحلة؟ أي دور يمكن أن تلعب في مواجهة تحديات الانفصاليين لقرارات مجلس الأمن وكذا نداءات الأمين العام الأممي؟ أولا لنفهم وظيفة البعثة الأممية هي الإشراف على وقف إطلاق النار. الكثير يتساءل: هذه البعثة لا يحق لها أولا استخدام القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي، هذا معروف في القانون الدولي، هي قوات رمزية تكون في المنطقة العازلة وبين الأطراف. لاحظنا بأن البوليزاريو هي تتعنت على قرارات مجلس الأمن، هي تحاول أن تضرب مصداقية الأمم المتحدة، وهذا لن تقبله الأمم المتحدة. ننتظر سيكون هناك رد قوي من طرف الأمم المتحدة، بل أكثر من ذلك ستذهب المنظمة إلى تحميل المسؤولية لقادة البوليزاريو الميليشيات حول أعمال عدوان إذا وقعت أو إذا وقعت جرائم في هذه المنطقة. بمعنى ستكون هذه المسؤولية في اتجاه، لماذا؟ لأننا نشاهد دائما إبراهيم غالي هو يكتب، زعيم الميليشيات هو يكتب إلى الأمين العام. إذا هنا الأمم المتحدة فهي ستحمل المسؤولية لهؤلاء الأشخاص وتحمل المسؤولية للجزائر أيضا، لأن العدوان ينطلق من فوق أراضيها. هذا هو القانون الدولي، وهذه هي العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة في تقييمها للأمور. طيب دكتور منار سليمي، هناك جارة شقيقة وهي موريتانيا أصابها الأذى من كل ما يحدث من عرقلة للسير في القرقرات. كيف تنظر إلى موقف موريتانيا بهذا الخصوص وما تعيشه من صعوبات أيضا بسبب انتهاكات واستفزازات الميليشيات الانفصالية في القرقرات؟ ما يجري في معبر القرقرات هو يهدد الأمن القومي الموريتاني، وقد لاحظنا بأن موريتانيا تحركت في الأسبوع الأخير في الأيام الماضية وقامت بعملية محاولة مراقبة حدودها. هذا يمكن أن نعتبره بأنه شعور بالخطر الذي يأتي من البوليزاريو. ولا ننسى بأن البوليزاريو يريد أن يخلق في هذه المنطقة منطقة عائمة، بمعنى أنها بدون حدود. هذا ما يريد، وهذا يضر بالشمال الموريتاني. أكثر من ذلك هناك خطر على موريتانيا وهو طريق سندوف شوم الذي هو يمكن أن نعتبره أخطر طريق اليوم على مستوى العالمي. هذا الطريق لماذا؟ لأنه تجمعت فيه التنظيمات الإرهابية تصل إليه، وأيضا تجمعت فيه منظمات الجريمة العابرة للقارات. هذا خطر على موريتانيا، ولكن أعتقد بأن ما قامت من الإجراءات هو يبين بأنها تشعر بأن ما يمس معبر القرقرات هو يمس أمنها القومي، بل أن هناك كثير من المشاكل التي وقعت داخليا. ولو في 30 ثانية، لم نسمع شيء عن الجارة الشرقية. هل من موقف لدى الجزائر مما يحدث في القرقرات؟
الجزائر هي مسؤولة عن كل ما يجري. لا ننسى بأن البوليزاريو هو مجرد دمية. الجزائر هي خطيرة على المنطقة، وهذا النوع من السلوكات يجب أن نقرأ ما هو موجود في وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. فهي تقوم بعملية تحريض، والتحريض هو عمل من أعمال العدوان. وإذا تحدثت اليوم هنا تكون أمام مسؤوليتها، هي تحرض، وأعتقد بأن ليس لها ما تقول للمجتمع الدولي. لماذا؟ لأنها هي التي صنعت البوليزاريو، وهي التي تخلق الفوضى في هذا المعبر. لماذا؟ لأن لديها أطماع توسعية تريد أن تصل إلى المحيط الأطلسي عن طريق شمال موريتانيا. أنبه إلى هذه المسألة. مشروع خطير تقوم به الجزائر، أدركه المجتمع الدولي، وقد بدأت هذا السلوك التوسعي الخطير في شمال مالي وتريد أن تنقله إلى هذه المنطقة. إذن هي مسؤولة أولا على خروج هذه الميليشيات من فوق أراضيها، وهي مسؤولة ثانيا عن أعمال التحريض التي تقوم بها. وإذا أفرزت موقف معين سيتم تصديرها من طرف المجتمع الدولي، لأنه فهم جيدا أن البوليزاريو هو دمية تحركها، وإلا كيف نفهم هذا التمويل وهذه الأعلام الجزائرية التي رفعت في الممر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحيم المنار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على مساهمتك القيمة معنا. شكرا جزيلا.